السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة يا جدعان معانا النهاردة في القناة اللي أنا بعملش عليها أي حاجة دي خالص، ويعني مش عارف بقى. بص أنا جنب الموبايل بسجل بس مش عارف بقى يعني الصوت هيبقى طالع ولا إيه، بس إن شاء الله هيبقى طالع. المهم فجايبين حاجات جديدة كده معانا، مش عارف يعني دي شركة اسمها مازدا ولا مش عارف مزاق. يعني عندنا حاجة اسمها شاي بحليب سريع الذوبان، ده شاي بلبن اسمه كسترو. مش عارف هيبان ولا لا يعني. ده بقى زي ما قلنا كده. ايه ده ايه؟ انت قلت زومي. ما تزوميش لسه. طب يلا بقى زي ما انتم شايفين كده، يعني معانا كذا نوع لهذا الشاي بحليب. فعندنا واحد اسمه كسترو زي ما انتم شايفين كده، وفي واحد تاني اسمه خالد دسم برضه زي ما انتم شايفين، ونوع بقى تالت واسمه كلاسيك، يعني اسمه كلاسيك اهو. المهم المفروض نعمل احنا التلات انواع دول، وجبنا طبعا معانا الميه السخنه اللي هتبرد. بقى لي ساعه حاططها جنبي. اروح اجيب معلقه بقى عشان نسيب تسمعكم بس. طيب جبت المعلقه الحمد لله، يعني المعلقه برضه عشان كلنا نشوف ونتابع وبتاع. المهم مبدئيا كده يا جماعه، انا بشربها الصراحه، بشرب اي حاجه من دي معلقتين سكر، فاللي عايز يزود واللي عايز ينقص، اللي مش عايز يحط سكر عادي برضه هتوفروا برضه في ثمن السكر وبتاع والكلام ده. طيب يلا بينا بقى ايه، نفتح اول واحد اللي احنا قلنا عليه اللي هو كسترة ده اللي هو اللون الازرق، ونجرب بقى كلنا مع بعضينا وان شاء الله يعجبني ويعجبكم ويعجب المشاهدين، يعني لو حد هيشوف الفيديو ده. يلا بينا نفتح كده اول كيس معانا. ومعلش يا جماعه بس عشان السكر بتاع. احط كله بقى ولا ايه؟ كلها. احط كله؟ احط كله عشان بس محدش يقول لي انت ما حطيتوش ليه. بس هو باين عليه كيس مغذي ايه ده كل ده؟ معرفش. ده يا جماعه دي الكميه. هو كاتب 180 مللي. مش عارف بابا يا الكوبايه دي 180 مللي. انت تعالي في الفيديو. استني بقى ايه. ومستنيين المايه السخنه طبعا عشان المايه بردت زي ما انا قلت لكم برضه في الفيديو او المقطع مش عارف ايه اللي انا بقوله ده. زي يعني يلا كله يعني الحمد لله الكيس كله. طبعا نحط بقى معلقتين السكر بتوعنا مش بتوعكم انتوا عشان انا ما بحبش. المهم المايه اللي بردت ده الشاي بلبن عادي ولا بس؟ لو كده بقى على الكوبايه الجميله بتاعتك قوي كده. قلب طيب يعني واحنا هنقلب بقى. انت تعملي زوم بعد اذنك حضرتك، بعد اذنك يا مونتير، بس اعمل زوم. ماشي. ده اللي هو الشاي بلبن اللي كسترة. طبعا انا مش هدوق برضه، اعملها لكم مفاجاه. مش هدوق، نخلي بقى كله ده في الاخر. معلش شاشه بالكاميرا. ايوه تمام كده مونتير المحترم ربنا يخليه لينا. نعمل بقى ايه الكيس التاني اللي هو اسمه كلاسيك. بص مش عارف بقى بيتفتح هو ليه فتحه هنا يا جدعان. برضه هنحطه كله. كوب. طيب ادي ده اللي هو اسمه كلاسيك عملناه. ده صبناه كله ان شاء الله. هنحط صرفيه استنى مونتاج يرجع. ايوه نحط برضه نفس المعلقتين السكر اللي اتحطوا في الكوبايه اللي فاتت. معلقتين السكر يا جماعه محدش كده، ونفس الميه السخنه اللي حطيناها في اللي فات برضه. ده بقى ايه شكل الكوبايه بعد ما خلصت. ايه هنقلب بقى كويس. ده كوبايه الايه الكلاسيك. بعديها بقى نعمل اللي هو خالي من الدسم. ربنا يسترها علينا يا رب عشان ده الفيديو ده مش هيخلص انا عارف اهو. هنحط نفس المعلقتين السكر برضو. احفظوا معايا احفظوا. اللي هو الاكسترا الكوبايه دي، ده اللي هو الكلاسيك، ودي اللي هي خالي الدسم. بس كده احنا خلصنا الحمد لله المشروبات بتاعتنا. احنا هنقلب بس كده قدامكم. تمام. طيب يلا بينا ندوق بقى شوف الدنيا الجايه هتبقى عامله. طب رجعنا تاني معانا بقى ايه، يلا عشان هندوق. اول واحده بقى معانا اللي هي الاكسترا اللي هو ده
فاهمني؟ نسيت اسمي معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو حلو قوي. شاي بلبن عادي يعني، شاي بلبن عادي مفيهوش اي اضافات اي حاجه، سهل يعني عادي بس حلو. نكون عشان اللعب. طب نشوف التاني اللي هو اسمه اكسترا اللي احنا عملناه في الكوبايه اللي لونها بني دي. مش عارف كده ولا ايه. المهم نشرب بقى وندوق كده. بسم الله. في مزازان كده، في حاجه كده. طب نخلي المونتاج يشوف الرياكشن بتاعه. على فكره المونتاج دي تبقى اختي. ده شاي مظبوط طعمه عادي. دخلت دسم. ده عادي كانك عامل شاي بلبن من. لا استني، دخلت دسم. دخلت دسم صح؟ طعمه حلو. احنا كده العيله كلها دخلت معلش. ده شاي بلبن اوريجينال. ده شاي بلبن اوريجينال اللي هو اللي اسمه اكسترا اللي هو الازرق. الازرق ده هو الوحيد اللي ايه تاني؟ الاحمر ده بقى اللي هو الكلاسيك ده شاي تقيل بقى، عشان بس الناس تبقى عارفه ان شاي تقيل. خلاص. طب ده خالد دسم، ده خالد دسم. خلاص اللي هو الموف ده. ماشي يلا نشربه. بسم الله الرحمن الرحيم. خالد دسم وخالد دسم فعلا بس حلو عشان انا فاهم. لا مؤاخذة. جميل جدا وروعة. خلاص. ناقص. ايه رأيك في تحس ان هو معمول لبن على لبن. هو معمول لبن مفيهوش طعم يعني مفيش دسم يعني فاهم. مفيش كده حاجة كده تشربها كده حلو. لا مش نفس حاجة حلوة بتاعت الحليب. يعني اللعيبة هو ده احسن حاجة فيهم بصراحة اللي هو ماشي. طيب احنا كده يعني شربنا ودوقنا واستطعمنا. طبعا المونتاج بتاعنا برضو ده واستطعم وكل حاجة اختي. كان شاي بلبن عادي مفيهوش اي حاجة. شاي بلبن حلو جدا. خلاص هتشربيه كله. تاني واحد اللي هو الغامق ده صح؟ ده اللي هو الشاي تقيل ويعني على حسب برضه انت طعمك ايه، على حسب مزاجك برضه. ده خالد دسم اللي بيعمله دايت. ده بقى خالد دسم. ده تحس ان اللبن مخفف. ايوه كانه فاهمني يعني ما فيهوش كده. ده يعني حاجه مش حلو كده. ده كانك جايب كيس نيدو اللي هناك ده. وكده هو لبن. وانت ده لبن طبيعي عادي مفيش مشكله. شاي وجميل. ده شاي تقيل لبن خفيف. ده بقى شاي ولبن يعني كويسين وفي ميه بقى يعني طبقه طعم الميه باين لان الدسامه بتاعت اللبن مش موجوده. لبن طبقه ميه وشاي. ماشي وبس كده عملنا الفيديو بتاعنا الجميل. يا رب يكون الفيديو يعجبكم ان شاء الله. جايات اكتر في فيديوهات اكتر وهنعمل مقارنات اكتر. واشوفكم بقى في فيديو تاني وتصبحوا على خير او صباح الخير. اي حاجه. طبعا لو اول مره تشوف الفيديو ده فاعمل لايك وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وقول لنا كومنتات حلوه كده ومقارنات بقى كده وروق على اخوك كده ما تبقاش عيل وحش كده. يلا اشوفك على خير. باي باي.